اتكلمنا على التشكيل الخاص بالنادي الاهلي، هو لعب بمحمد الشناوي، ده شيء طبيعي طبعا، مع ان يعني لو انت بتتكلم انك ممكن يبقى فيه روتيشن، عايزين نشوف مره علي لطفي، يعني بريح الشناوي ماتش، عندك ماتشات جايه، يعني من وجهه نظري انا الشخصيه عندك ماتشات جايه اقوى، فانت ريح الشناوي، الراجل بيلعب بقاله يعني فتره، اديله ماتش كده في النص كده بعد 5 6 ماتشات، ادي روتيشن ماتش لعلي لطفي او للشوبير لما ربنا يشفيه يعني ويبقى كويس وموجود باستمرار. فيعني برضو لو عمليه الروتيشن وبتتكلم على تلاحم المباريات، يبقى في فكره انك تدي للاعب زي علي لطفي ماتش وتريح الشناوي ماتش، ده شيء مش يعني مش وحش. طيب نرجع بالتشكيل تاني، طلعت معلش. محمد الشناوي كان في حراسه المرمى، محمد هاني اللي يعني النهارده ما اعرفش حالته البدنيه بعيده تماما تماما عن المستوى الطبيعي. محمد هاني، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، محمد اشرف، خط الوسط حمدي فتحي، مروان عطيه في وسط الملعب، قدام طاهر محمد طاهر، قندوسي وبيرسي تاو وكهربا. هي يعني الرباعي الامامي، يعني لو انا اتكلمت انا هتكلم على كهربا بس، فكره اللاعب ده والحقيقه انا سعيد بيه، وانا كنت اتكلمت على النقطه دي، ورجوعه مره اخرى حتى لو مش بيبقى في المستوى العالي والمستوى اللي ممكن تكون بتشوف فيه كهربا من 6 7 سنين او 8 سنين، لكن عنده محاولات، عنده قلب، عنده اصرار انه يعمل حاجه في اللقاء. صراحه هدف احرازه رائع، هدف جميل لكهربا، بيديله ثقه اكتر واكتر في تواجده في الملعب بالنسبه للنادي الاهلي. لكن هاجي اتكلم على طاهر، شويه بعيد، بعيد على المستوى، بعيد تماما عن المستوى، وبالتالي يعني تم تغييره ونزل قفشه على اساس امل ان يبقى فيه قفشه يقدر يعمل شيء خاص كبلاي ميكر ويبتدي يوزع كرات بشكل مؤثر على المرمى، وده يمكن برده ما حصلش بشكل كبير، وبالتالي قفشه كان دوره في الملعب ما عملوش من وجهه نظري الشخصيه. محمد شريف يعني برضو مكان بيستاو، دي التغييرات اللي موجوده برضو، يعني الامور بالنسبه له ما سمحتش، وهو ما سمحش لنفسه وادى لنفسه وعمل لنفسه فرص يقدر من خلالها انه يحرز اهداف. وهنا دائما جماهير النادي الاهلي بتبص على النقطه دي، ما جاتلكش الكوره لازم انت كفرود تقدر تتيح لنفسك فرصه، سواء بقى بتحرك تاخد الكوره وتبتدي تواجه المرمى وتشوط، يعني في حاجات كده بالنسبه للفرود. لكن في الاخر انا برضو بقول والله محمد شريف من الفراوده كويسه، لكن هو في الاصل هو مش فرود من اللي هو زي ما بنقول الكتاب كده جوه البوكس. طيب خلينا ناخد رأي